The World Cup drew in a record number of viewers and triumph for Argentina's Lionel Messi. Means a lot. It means everything for us. We are just speechless. The little boy from Rosario, Argentina, on behalf of every little boy wearing his shirt. 18 ديسمبر 2022 العالم كله بيقف عشان يتفرج على ليونيل ميسي وهو يتوج بكأس العالم الأغلى في تاريخ الكورة. بس لو كبرنا الصورة دي شوية هناخد بالنا إن أغلبية منتخب الأرجنتين ما فيهوش ولا لعيب صاحب بشرة سودا، رغم وجود الأرجنتين في أمريكا الجنوبية ووجود جيران زي البرازيل والإكوادور وفنزويلا. بس المشكلة إن كنت كل ما بحاول أوصل إجابة للسؤال ده الاقي نفسي داخل في أسئلة أكتر. يعني مثلا إزاي دولة في قرن الاحتلال القرن ال19 في أمريكا الجنوبية تعمل اتحاد الكورة في 1891؟ وطبعا السؤال المتكرر كتير، إزاي الأرجنتين ما فيهاش ولا لعيب صاحب بشرة سودا؟ لحد ما خبطت في مقال ساخر للكاتبه إريكا إدواردز في واشنطن بوست اللي كانت بتتكلم فيه ان ازاي في نهائي كاس العالم 2014 الارجنتين قدام المانيا اللعيب الوحيد صاحب البشره السوداء. المقال اللي اكدت عليه الحكومه الارجنتينيه باحصائيه بتقول ان في 129 الف واحد صاحب بشره سوداء داخل الارجنتين، وده ما يعادل 1% من الكثافه السكانيه. بس اللي لفت نظري اكتر في مقال إريكا إدواردز كانت القصص الخياليه والاسطوريه اللي بتقول ازاي الناس دي اختفت. يعني في قصه بتقول ان كان في حرب كبيره ما بين باراجواي واوروجواي والارجنتين، والناس اصحاب البشره السوداء كانوا واقفين على اول حدود الحرب في الارجنتين وماتوا كلهم في الحرب. وفي قصه ثانيه بتحكي ان الستات في الارجنتين كانت بتجبر انها تتجوز من ناس اصحاب بشره بيضاء عشان الناس اللي يختفي. بس الشيء الوحيد اللي كان بيتكرر في اغلبيه القصص هي وجود الحرب الاهليه الارجنتينيه. الحرب الاهليه اللي بدات في 1852 بسبب استقلال مدينة بوينس آيرس من تحت حكم الأرجنتين. بوينس آيرس اللي في 6 سنين بقت يوتوبيا، نهضة اقتصادية وسياسية ممكن تقارن النهارده بنهضة الصين أو الأمريكان دريم. بس النهضة دي اتعملت بفلوس المهاجرين الأوروبيين اللي جم ولقوا بوينس آيرس أرض خصبة يبنوا عليها أحلامهم، ولقوا رئيس بيديهم تسهيل. المهاجرين الأوروبيين اللي ابتدوا يبنوا مدارس ومباني وبيوت ونوادي اجتماعية، وابتدوا ينشروا ثقافتهم ويدخلوا رياضات كتير جديدة على الأرجنتين زي ركوب الخيل والراكت. بس السؤال الأهم، هل دي أرضهم؟ هل الناس دي بتعمله في الأرجنتين ساعتها كان خير ولا كان شر؟ على الناحية التانية من الحرب كان شايف رئيس الأرجنتين إن اللي بيحصل ده استغلال لموارد بلده، وإن هو في أقرب فرصة محتاج يرجع أرض الأرجنتين عشان تبدأ 10 سنين من الخراب والدمار داخل الأرجنتين، وتبدأ الحروب الأهلية ما بين مدينة بوينس آيرس والمدن الأرجنتينية. بس كان كل حرب بوينس آيرس بتكسب، يمكن بسبب الموارد المالية والبشرية اللي كانت بتتمثل في المهاجرين الأوروبيين، لحد 1862 لما قرر رئيس بوينس آيرس إنه يوافق على عودة بوينس آيرس تحت حكم الأرجنتين، بس المرة دي بشروطه. والشرط الأول كان إن بوينس آيرس تبقى عاصمة الأرجنتين، ودي حاجة أكيد كلنا متأكدين إن هي حصلت. والشرط الثاني هو إنشاء دستور وإقامة انتخابات شرعية، وفعلا بارتوميلو متر يكسب حكم الارجنتين بالصندوق. ما اقدرش ما اقولكش ان بارتوميلو متر في عهده الارجنتين خدت نهضه سياسيه واقتصاديه لمده 30 و 40 سنه لحد الحرب العالميه الاولى. بس السؤال الاهم، مال كل ده بالكوره؟ بعد رجوع بوينس آيرس تحت حكم الارجنتين وبدايه النهضه الاقتصاديه والسياسيه داخل الارجنتين، وبالذات في 1882 يوصل الارجنتين الجاد فازر بتاع الكره الارجنتينيه. وطبعا عذرا لليونيل ميسي، بس احنا هنا بنتكلم عن الكسندر واتسون هوتن، واحد من اهم القاده في تاريخ الكره الارجنتينيه. الكسندر لما وصل الارجنتين وصل على مدرسه اندرو الاسكتلنديه كمدرس للرياضه. بس الكسندر رغم صغر سنه كان قائد من هو صغير، يمكن يكون بسبب المآسي والمشاكل اللي الكسندر شافها من هو صغير. الكسندر واتسون هوتن شاب اتولد في اسكتلندا في 1858 لأب وأم اسكتلنديين عشان الدنيا تبدأ تخبط فيه. الكسندر هو عنده 3 سنين ابوه وامه يتوفوا يبقى يتيم الام والاب، وفجأة الكسندر هو عنده 8 سنين بقى في مدرسة عسكرية في اسكتلندا. الحاجة الوحيدة اللي الكسندر واتسون هوتن كانت بتلهيه عن كل مشاكله هي الرياضة، وبالذات الكورة. لحد 1878 الكسندر واتسون هوتن كان ممكن يبقى لعيب من اهم اللعيبة في تاريخ اسكتلندا، لحد ما جاله خبر ان لها اي صلة بيه وبين اسكتلندا. اخوه الكبير بيتوفى من مرض السل. ساعتها الكسندر واتسون هوتن كان شايف ان هو اول ما يتخرج هيشوف بلد جديده ومكان جديد يبني فيه حلمه،
الكسندر واتسون هوتن وصل الارجنتين في مدرسه اندرو الاسكتلنديه بشغف وحب للرياضه وبالذات الكوره. يمكن الكسندر كان شايف ان الرياضه هي جزء من الانسان، مش فكره انك بتلعب هوايه وخلاص، عكس ملاك مدرسه اندرو الاسكتلنديه اللي كانوا شايفين ان الكوره او الرياضه عموما ما هي الا هوايه مش هيتصرف عليها فلوس. بس شغف وحب الكسندر وطموحه للرياضه كان صعب حد يوقفه. وفي 1884 الكسندر واتسون هوتن يعمل مدرسه بوينس ايرس لتعليم الكوره، المدرسه اللي طلعت اساطير في تاريخ الارجنتين. وابتدى بعد سنه انه يعمل فرقه لكل عمر سني، وابتدت تنتشر فكره انشاء مدرسه لتعليم الكوره. بس الكسندر حلمه ما كانش انه يعمل مدرسه لتعليم الكوره، الكسندر كان حلمه اكتر من كده بكتير. وفي 1891 وبعد ضغط كبير على رئيس الارجنتين ساعتها بارتيميلو متر، الكسندر يعرف يعمل اول دوري خارج بريطانيا، بس ما كانش دوري محترفين، كان دوري هواه، حاجه كده زي دوري بيبسي اللي انت كنت بتلعبه في المدرسه وانت صغير، حاجه ما بين 20 او 30 مدرسه كوره داخل بوينس ايرس. وفي نفس السنه يتعمل اتحاد الكوره الارجنتيني، وبعديها بسنتين في 1893 يتعمل اول دوري رسمي للمحترفين خارج بريطانيا، وتبتدي الكرة تتطور في الأرجنتين زي السياسة وزي الاقتصاد. بس مع زيادة تطور الكرة داخل الأرجنتين ابتدت تظهر الطبقية في الكرة الأرجنتينية اللي موجودة لحد النهاردة في السوبر كلاسيكو ما بين ريفر بليت وبوكا جونيور. بس هل الأرجنتين كانت محتلة؟ إطلاقا. هل الأرجنتين كانت مستعمرة؟ مستحيل نقول حاجة زي كده. الأرجنتين كانت مستوطنة اقتصادية. يعني مثلا شايف الكرة دي، لو انت جيت دلوقتي قلت لي انا عايز العب بالكرة دي، انا ممكن اقول لك لا انت مش هتعرف تلعب بيها. بعد كده بشويه تيجي تقول لي هو انت ليه ما اديتنيش الكوره؟ اقول لك انا ما قلتش كده. وهو ده كان الوضع داخل الارجنتين. 30 او 20 فرقه ملاكهم من المهاجرين الاوروبيين، متفقين ما بينهم وما بين بعض ان مفيش حد صاحب اصول ارجنتينيه هيخش النوادي دي. بس قدام العامه الارجنتينيه اللي كان عايز يقدم باب التقديم كان مفتوح. بس زي ما معروف تاريخيا في الكوره الحريف هو اللي بيكسب. وعشان الصياعه وكره الشوارع اللي مشهوره بيها امريكا الجنوبيه، وبالذات بعد الحادثه الكبيره اللي حصلت في مدينه تيكويلمس الارجنتينيه في 1899 لما نادي تيكويلمس قرر انه يعلنها رسمي، مفيش لعيب صاحب اصول ارجنتينيه هيخش النادي. ساعتها قرر شويه شباب ان هم يعملوا اول نادي ملاكه ارجنتينيين داخل امريكا الجنوبيه. في 1899 تم انشاء نادي ارجنتينو تيكويلمس. النادي اللي عمله 3 شباب، 3 اللي ممكن نقدر نقول عليهم ان دول الجنود المجهوله في تاريخ الارجنتين. 3 محدش عارف اساميهم ولا ليهم صور، بس اتلم حواليهم شباب كتير وتشجع بعديها ناس ان هي تبدا تعمل نوادي لحد 1905 لما نادي ساوثهامبتون كان بيعمل جوله تحضيريه في امريكا الجنوبيه وبالذات جوه الارجنتين. نادي ساوثهامبتون الانجليزي ساعتها لعب نادي ارجنتينو دي كويلمس، وبدات اللعيبه في انجلترا تتكلم عن الموهبه والثقافه الكرويه اللي شافوها جديده من اللعيبه الارجنتينيه، وفعلا الحريف هو اللي كسب. بس في الاخر كل قصه وليها زوايا. يعني في ناس شايفه ان بارتيميلو متر والمهاجرين الاوروبيين كانوا هم السبب الاساسي في النهضه في تاريخ الارجنتين، ومن وجهه نظر تانية ناس كانت شايفه ان هم المحتل والرئيس الفاسد اللي مطبع وهم اللي اغتصبوا الارض. ففي الاخر دايما دور على القصه كامله. وفي الاخر لو وصلت لحد هنا انا مصطفى دسوقي، وانزل تحت اكتب لي في الكومنتات ايه رايك في الحلقه وقول لي ايه القصه الجديده اللي عايز تسمعها. وكالعاده الكوره مفيش احلى منها، وكده كده حواديتي ما بتخلص. واهم حاجه بقى في الاخر لو انت تعرف ليه مفيش لحد دلوقتي لعيب صاحب بشره سودا داخل الارجنتين اكتب لي تحت في الكومنتات عشان انا ما اعرفش.